مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. واحد الفيديو قصير متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تبارطاجا هذا النهار. الفيديو رغم أننا ما كنعرفوش الزمان أو المكان وقوع الحادثة بدقة، إلا أننا نعلم يقينا حسب مقطع الفيديو أنها حدثت في المغرب، وكيوثق المشهد لشرطيين مغربيين بزيهم الرسمي وهما يمارسان ضرب والعنف في حق مواطن، ناهيك عن العنف اللفظي المهين. وفي هذا السياق، بعد ما تم تداول هذا الفيديو كيف قلت بلاغ على أن الأمن الوطني كيفتح تحقيق على هذه التصرفات المنسوبة لهذه الشرطيين. فكيقول البلاغ على أن تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية ومسؤولية مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كيظهر فيه شرطيان بزيهما النظامي وهما بصدد القيام بتصرفات مشوبة بعدم الشرعية. وأوضحت المديرية في بلاغ رسمي أنها بادرت فورا إلى فتح بحث دقيق من طرف المفتشية العامة للأمن، وذلك بهدف التحقق من صحة مضمون الشريط ورصد أي إخلالات مهنية أو تجاوزات محتملة وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عن ذلك. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها الدائم على التطبيق الصارم للقانون في حق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو سلوك يمس بصورة المؤسسة الأمنية أو يخل بواجبات المرفق العام للشرطة. وختم البلاغ التأكيد على أن مصالح الأمن كتعامل بجدية وشفافية مع كل الادعاءات أو الأشرطة المنشورة التي تهم موظفيها في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الثقة بين المواطن وجهاز الأمن. كيف قلت في الأول، فالفيديو ما بينش اش من مدينة، ومهم أنهم شرطيين مغربيين راه بين الزي ديالهم، والمديرية العامة تفاعلت. ديك الساعة نشوفوا علاش. وواحد الكلمة، ولا كان شي بين قوسين مجرم شديتوه ولا مشتبه فيه كتدوه كديوه للكوميسارية وكديروا تفتحوا معاه البحث، ولكن كيعطيكم الإذن الوكيل الملك كتهبطوا للحراسة النظرية. أما باش تشد بنادم وتبدا دير فيه شرع يدك، فهذا كيتسمى تجاوز. المهم ننتظر التحقيق شنو غيكون فيه باش نعرفوا مزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة وفين وقعت بالضبط اش من مدينة. متنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.